كل تمام. حاجه عادي. يعني ايه بقى مزاد؟ بصي، هو المزاد ده دايما ممكن يكون شقق، وممكن يكون عربيات، وممكن يكون اجهزه كهربائيه، ممكن يكون خرده، ممكن على حسب الشركه او المصنع او الهيئه الحكوميه اللي منزله المزاد. يعني مثلا لو هنقول مثلا عن شركات التامين، بتنزل عربيات حوادث، مم. هي مختصه بالعربيات الحوادث. مثلا عربيات الجمارك دي العربيات اللي بتكون تبع هيئه حكوميه ملهاش صاحب، بتنزل مزاد. مم. ممكن تكون مصنع بيعمل اعلان عن مزاد مجموعه عربيات عنده، عن مكن المصنع. لو عنده شقق ممكن ينزل عنها مزاد. هو دايما بيكون مجموعه عربيات تبع شركه او مصنع. طبيعي اللي هو مثلا عنده 10 او 20 عربيه خلاص استهلكوا وعايز يجدد، فبيروح جاي منزل العربيات دي تبع، يجيب خبير متمن يتمن العربيات ويروح جاي ايه منزلها مزاد. يعني بدل ما يعرضها للبيع وتاخد وقت طويل، بالظبط كده. ان هو يعمل ايه، نحاول يجمعها كلها بيجمعها كلها ويعملها في اعلان واحد ويبيعها في